السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معايا قصة النهاردة، قصة ظلم وافتراء وتعدي على الناس دي لأنهم ستات. ودي مش أول قصة بنقابلها في البرولوس، هناك قصص كثيرة، ولكن الناس ما بتطلعش تقول عن أوجاعها أو ألمهم. فلكن الناس لما لقت الحل في إن هي تفضفض عن اللي جواها عبر وسائل الإعلام بدأوا يطلعوا عشان حقهم يرجع. أنا معايا النهاردة ناس، زوجة مظلومة ومقهورة، هي ووالدتها وأخوها وأخواتها، ومفيش حد واقف معاهم خالص. تم الاعتداء عليهم وتم شكيهم بوصولات أمانة، أكتر من 15 وصل أمانة مضروبين. تخيلوا اللي قاعدة قدامكم دي هي ووالدتها مشكيين بوصولات أمان. أنا عايز أعرف اسمك الأول. اسماء السيد عطيه شلبي. أستاذة أسماء، بداية قصتك إيه؟ ان انا اتجوزت الراجل ده من 2017. فضلت 3 سنين تقريبا لحد 2020. طبعا في الثلاث سنين دولت بهدله بهدله، يعني جواز وطلاق غيابي من غير ما اعرف حتى هو طلقني امتى ورجعني امتى والكلام ده كله. وبعدين لما خلاص ما بقتش قابله الوضع ده كان بيهددني تهديدات كتير، وانا بالفعل كنت بخاف من تهديده انه هيحبس اخويا وانه هيحرق زرعنا والكلام ده كله. وكنت برجع وخلاص مره واثنين وثلاثه واربعه. يعني كان بيهددك باخوك انه يحبسه؟ ايوه، كان يقول لي هعمل قضيه سرقه لاخوكي وهحبسه، هولع في عربيتي قدام بيتكم واحبس اخوكي، كل الحاجات دي يعني. دايما كان بيهددني. انت قلت لي ان هو قال لك انه معاه مين؟ ايه؟ معاه مين؟ كان بيقول لي المركز كله تبعي وتحت امري، وانا بعزمهم وانا باجر لهم شقق في المصيف والكلام ده كله. انا بس عندي الحتة دي مهمة، لان احنا عندنا رئيس مباحث محترم السيد محمد عماد، والست لما كلمتني قالت لي انا بستغيث بيه من اللي بيحصل لي. هذا الرجل بيقول ان المركز كله تبعه. انا عايز اعرف المركز كله تبعه ازاي، ومين اللي في المركز تبعه، ومين اللي يقف في المركز لراجل زي ده. واحنا عارفين ان رئيس المباحث راجل اخلاق وراجل بيرعى دايما المظلوم وبيقف معاه. الست دي مظلومة ولازم نجيب حقها زي ما حقوق ناس كتيرة جات. واذا كانوا هم ملهمش ناس رجالة تقف معاهم فكلنا اخواتهم، وهنقف مع الحاجة وهنقف مع بنتها. عايزة تقولي حاجة؟ كمل. احنا ملناش غير ربنا فعلا. انا من شهر 9 لحد دلوقتي انا مفيش حد وقف معايا خالص. انا كل الناس واقفه ضدي، كل الناس معايا علشان خاطر مصالح وعشان